بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الأحمر. يلا كده اهلاوية عاوزين نوصل لألف مشترك. طبعا شفنا ماتش الأهلي وطلع الجيش امبارح. الأهلي كسب 2-0. هنعرف التشكيل اللي نزل بيه كولر وهنتكلم شوية كده فنيات في الماتش. كولر نزل امبارح بمصطفى شوبير الماتش التاني على التوالي. مصطفى العش، أشرف داري، محمد هاني، كريم الدبيس، إمام عاشور، مروان عطية، وجيرارد ياشار، ووسام، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي. طبعا التشكيل كان امبارح كان كويس، كان متوازي، بس أنا عندي بس مشكلة في واحدة بس. المشكلة هي بين جيرارد ياشار ووسام أبو علي. الاتنين بيلعبوا مع بعض، مبحسش إن احنا عندنا هجوم بصراحة. يعني الاتنين متعرفش مين بيلعب هجوم مين بيلعب جناح، ولا ده بيلعب ايه ولا ده بيلعب ايه. يعني امبارح تحس يعني جيرارد مكانش باين لما الجون اللي جابه. أسامة أبو علي امبارح كان كويس جدا امبارح بصراحة، عمل كام كورة، ودي ضربة جزاء في التلات كور اللي اتلعبوا، وكيت في واحد منهم ضربة جزاء. يعني لو مسكنا أسامة أبو علي كده في أول الماتش، كان في كورة جت في إيده الحكم عداها. تاني كورة كان رايح انفراد بالجون، مش يعني انفراد، جشت الكورة واحد زقه من ورا، الحكم ما حسبش حاجة أساسا. الكرة التالتة لما الحكم بتاع الراية رفع له قال له في ضربة جزاء، وحسبها والفار لغاها، معرفش لغاها ليه بصراحة، من هي ضربة جزاء، الراجل داخل شوية واخد رجله من ورا. لكن ما علينا، مش هنتكلم في الحكام عشان احنا بنحب اللي ايه، نكسب بمجهودنا، ما نكسبش بالحكام. فانا بصراحه وسام وجيرارد شارد بصراحه مش راكبه معايا خالص، يعني مش حاسس بيها، مش يعني مش شايفها صح. فيا ريت كولر يعني يرجع لخطته القديمه بتاعته، يخلي جيرارد بره او وسام بره. يخليه بره لما يحتاج شريط تاني ينزله. فالماتش امبارح كان كويس جدا من الاهلي، بس برضه احنا عندنا مشكله، ماسكين كوره كتيره جدا وكان بيخلص كويس. يعني الماتش امبارح ده يخلص 4-5 مستريح. يعني حسين الشحات كانت في كورة كده دخل بيها بناحية اليمين، حاول يرقص فيها يعني، زود فيها شوية اتقطعت منه. وفي كام كورة إمام عاشور برضه مش عارف، امبارح إمام ما كانش مركز. في كام كورة يخلص بيها الماتش لكن ما خلص بيها، ضيعها. وفي كام كورة وسام أبو علي عمل مرة كورة لوسام ومرة لأشرف بن شرقي، يعني ما جاتش جوان، بس كانت المفروض تيجي جوان. أشرف بن شرقي طبعا امبارح كان كويس جدا بصراحة، امبارح كان كويس جدا، بيرقص ويعدي وشوط وعينيه حلوة وبص على، يعني انت مثلا تحس انك هو يلعبك كورة عرضية تلاقيه حاططها مثلا في الناحية العكسية، فيحطها لك في النص، فاهم؟ فعينيه حلوة أشرف بن شرقي. هو فعلا كان امبارح يستاهل راجل المباراة. هو وسام أبو علي بصراحة امبارح برضه كان كويس جدا، وأشرف داري ومصطفى العيش كانوا كويسين جدا مع بعض، منهم أنبر يلعبوا مع بعض. لكن كورتهم حلوة، بيسرعوش، ما عندهمش غباء في الكورة. فكانوا كويسين وكانوا هاديين وكانوا بيطلعوا كل الكور اللي جات لهم، كل الكور طلعوا كويس. دي حاجة تانية طبعا، ان احنا انت مش عارف تخلص الماتش من بدري، يبقى عندك مشكلة. يبقى انت عندك مشكلة في الهجوم وعندك مشكلة في التركيز. يعني انت امبارح كانت في كورة اللي في اخر الماتش دي، لما محمد هاني بتاع طلع الجيش لعب العرض، وواحد من عندهم كده شاطها طلعها في السما، كانت ممكن تبقى جول. ان لو كان فكر فيها كويس واستقبلها كويس كانت ممكن تبقى جول وتتعادل في اخر لحظة، فاهم؟ فدي برضه مشكلة. لكن انت لازم تخلص الماتش بدري بدري. فكده كده كده الماتش كان اخر ماتش في ال اخر ماتش في ال اخر ماتش في الدور الاولاني. فالحمد لله احنا كسبنا برضه، عشان برضه الفرق ما يبصعش بيننا وبين بيراميدز اكتر من اللازم. ده كده ماتش اهلي وخلاص، طلع الجيش، ما كانش فيها كتير واحد يتكلم فيها. نخش بقى على اللي احنا في المسابقة. احنا صحينا من النوم لقينا رابطة الأندية بتقول لك الدور التاني هيبدأ يوم 11 مارس التلاتة اللي جاي، وأول ماتش للأهلي الزمالك، يا عم ازاي؟ وتاني ماتش الأهلي بيراميدز، يا عم ازاي يا عم؟ فبصراحة تهريج كبير جدا من رابطة الأندية. يعني انت فاتت اللعيبة راح حتى يعني أسبوع ولا 10 أيام. انت عندك كأس مصر، وعندك كأس الرابطة، فكفاية يعني في رمضان. وبعد رمضان العيد يا عم، وعندك منتخب مصر يلعب، فانت يعني ادينا ناس تشم نفسها. يعني انت بتهرجوا يعني يا جماعة ولا إيه؟ مش فاهم انا بصراحة يعني. انت تديني ماتش اهلي وزمالك يوم 3 اللي جاي، وانت مستعد اصلا ماتش اهلي وزمالك؟ انت مستعد تجيب حكام اجانب في الاربع خمس ايام الجايين دول؟ فبصراحة بيهرجوا بصراحة، الرابطة طبعا بتهرج.
فاجأتنا طبعا بالجدول اللي نزل امبارح. يعني الاهلي عنده ماتش الزمالك يوم 11، وتاني ماتش بيراميدز يوم 12 ابريل، يعني بعدها بشهر. طب انت ليه مستعجل على اللي انت الدور التاني؟ ليه مستعجل يعني؟ ما تخليها كلها في شهر 4 يعني. كل الناس فقت شوية حتى من الدوري اللي لسه يعني الدوري اللي لسه خلصان يعني. يعني الاهلي عنده الزمالك يوم 11، وعنده بيراميدز يوم 12 4، وعنده بتروجيت يوم 30 4، وعنده حرس الحدود يوم 4 5، وعنده يوم المصري يوم 8 5، وعنده سيراميكا يوم 13 5، وعنده البنك الأهلي يوم 17 5، وعنده فاركو يوم 28 5. ده ماتشات الأهلي اللي هتتلعب في الدور التاني. فبصراحة الرابطة بصراحة زنقت نفسها وزنقتنا معاها يعني احنا ليه يعني ليه يعني ايه لازمتها ان انا اخلي ماتش اهلي والزمالك الماتش الجاية يوم 3 اللي جاية؟ احنا لسه مخلصين ماتش يعني، فاهمة؟ الناس تاخد نفسها تريح شوية، احنا في رمضان يعني يا حاج. لكن هي كده الرابطة كده بتحب تعمل مفاجآت للناس. فإن شاء الله الأهلي والزمالك يوم التلات الجاي، فربنا يستر بقى على الماتش ده. طبعا أي نقطة هتضيع من أي حد هتبقى مشكلة بالنسبة له. بس إن شاء الله الأهلي بإذن الله لو كسب أهلي يعني الزمالك وبيراميدز 50 60 70% الأهلي هيبقى بطل الدوري إن شاء الله. نكسب بس الماتشين دول، نشوف بس أول ماتش الزمالك اللي جاي نعمل فيه إيه، وبعد كده نتكلم. فطبعا حركة سخيفة جدا من الرابطة يعني، بصراحة يعني ملهاش لازمة خالص دلوقتي، خلاص قالوا الزمالك يعني. يلا احنا مستعدين لأي ماتش إن شاء الله، هيكون أحسن ماتش اللي فات أكيد إن شاء الله بإذن الله، متوقع كده بإذن الله. فده كان فيديو بتاعنا النهاردة. يلا رجالة، فعلوا الجرس، شكرا في القناة ودونا لايك، عاوزين نوصل ل1000 مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.